السلام عليكم وفيديو جديد. النهاردة الفيديو من أهم الفيديوز اللي هتتفرج عليها لأننا هنتكلم على الدلتا تيبلز. الدلتا تيبلز دي هتلاقيها متكررة كتير في تكنولوجيز كتيرة جدا وتولز كتيرة جدا زي الداتا بريكس زي مايكروسوفت فابريك في فكرة الدلتا تيبل. طيب احنا عايزين نفهم النهارده ان شاء الله نفهم خصائص الدلتا تيبلز وان هي مهمة جدا. الكلام ده هتلاقيه متكرر في تولز كتيرة جدا، عشان كده بقول ان الفيديو ده هو جينيريك. انت لو فهمت الكونسبت تقدر تحققه او هتلاقيه متشابه في التولز كلها. تمام. طيب تعال نرجع خطوه ورا. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الداتا وير هاوس وان هي كانت مفيده جدا في حته الترانزاكشنال داتا، وعشان بتبقى فيها فكره الاسيد اللي هو في ايزوليشن بتوين الترانزاكشنز، في كونسيستنسي، في حاجات كتيره جدا. دي ما كانتش متحققه في الداتا ليك. الداتا ليك هي كانت مدياني الفلكسبيليتي ان انا اقدر اخزن الداتا ايا كان النوع بتاعها، سواء هي structured unstructured semi structured، بس ما كانتش فيها فكره الاسيد ترانزاكشنز، فما كنتش عارفه اعتمد عليها. فجت بعديها فكره الداتا ليك هاوس، ودوت الكونسبت اللي بيجمع بين الداتا وير هاوس والداتا ليك. فبيجمع بين فكره السبورت فور اسيد ترانزاكشنز والفلكسبيليتي بتاعت الداتا ليك. ده بيتحقق ازاي؟ بيتحقق باللاير اللي اسمها دلتا ليك. اللاير ديت هي اوبن سورس ستورج لاير بتزود او بتحقق فكره الاسيد ترانزاكشنز على الداتا ليك. كده كده الكلام ده هيوضح اكتر لما ان شاء الله نخش بشكل عملي. بس النهارده ان شاء الله خلال الفيديو هنتعلم ان شاء الله تخرج من الفيديو دوت فاهم يعني ايه دلتا ليك تيبلز، ايه الخصائص بتاعتها، وكمان ازاي نشتغل عليها، ازاي يعني نعمل لها كرييشن، ازاي نستفيد منها. طيب اول حاجه لازم تعرف انك فكره الدلتا هو علامه المثلث ديت بتبقى موجوده في التيبلز اللي جوه الداتا ليك هاوس. لما تلاقيها جوه اسم التيبل وجنبيه مثلث يبقى دوت دلتا تيبل، وده دلوقتي هنشوف. تمام. احنا خلاص اتكلمنا على البينيفيتس اوف الدلتا تيبلز من ناحيه السبورت فور اسيد، وكمان هنشوف كمان حته الداتا فيرجننج والتايم ترافل. يعني ايه؟ يعني انت لو عملت تشينج على التيبل دوت هو بيسجل التشينجز دي از فيرجن، في فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3. فلو انت عايز تعمل رول باك لاي فيرجن تقدر تعملها بسهوله جدا. وفكره التايم ترافل اللي انت برضو بيخزن التشينجز ديت بالتايم ستامب، في اي تشينج انت عايز ترجع فيه جاست انت بتحط التايم ستامب وبترجع للفيرجن دي. الكلام ده كله هنعرفه النهارده ان شاء الله. طيب اول حاجه تعال نتكلم عنها ان احنا عندنا مثلا فايل CSV فايل عادي وهحطه في داتا فريم. الكلام ده احنا اوريدي عملناه قبل كده، فدي حاجه سهله. انا مثلا عندي CSV فايل برودكت ودوت شكل الداتا فريم بتاعه. طيب انا دلوقتي لو عايزه اخزن الداتا فريم ديت في دلتا ليك تيبل بحيث ان انا استفيد من الخصائص بتاعه الدلتا ليك، اعملها ازاي؟ عندي كذا طريقه. اول حاجه انت ممكن تقول الدي اف اللي هو داتا فريم ديت دوت رايت، والفورمات بتاعك تحدده ان هو يكون دلتا، وتسيف التيبل بتاعك بالاسم اللي انت عايزه. دي طريقه. في طريقه تانية ان انت لو عايز تحدد السكيما، انت كده كأنك بتحط بتكريت التيبل بتاعك بالدي اف اللي هي اوريدي قاريها من الفايل. طب انت لو عايز تعمل سكيما خاصة بيك ده برضو ممكن، هتستخدم حاجة اسمها دلتا تيبل دوت كرييت وتحط فيها اسم التيبل وتحط الكولومز بتاعتك والداتا تايبس بتاعتها. ده كده كأنه بيكريت لك تيبل فاضي مش حاطط فيه اي داتا، وبعد كده بقى تبدأ تعمل انسيرت فيه. او حاجة تالتة انك تعمل سكيما، والسكيما ديت هي struct type وتحط فيه الاسم الكولومز بتاعتك وتحدد فيها الداتا تايب، وانت بتريد تقول له استخدم السكيما ديت. فاللي احنا هنقول داتا فريم سبارك دوت ريد دوت فورمات، وتحدد الفورمات بتاعك والاوبشن ان الهيدر موجود، وتقول له استخدم السكيما ديت وتلودها، تعمل لها لودنج من الباث اوت. ده كده دي كمان طريقة ممكن تستخدمها. طيب
احنا دوت هيودينا لنقطتين. في نوعين من التيبلز انت ممكن تعمل لها كرييشن. في حاجه اسمها مانج تيبلز واكسترنال تيبلز. مانج تيبل دوت يعني انت بتخزن الداتا والميتا فايل بتاعتك جوه الليك هاوس بتاعك، يعني ده انترنال، كانك بتحط انترنال. فلما تيجي تعمل دروب لتيبل مانج، انت كده بتدلت الداتا وبتدلت كمان الميتا ستور بتاعتك. تمام. طيب لو اكسترنال بقى، اكسترنال يعني انا بحط الداتا بتاعتي في مكان اكسترنال، ايا بقى كان المكان ايه، هو ليك هاوس تانية، حاجه مثلا اس 3، ايا كان انت بتستور الداتا بتاعتك فين، فانت بتستورها في مكان وبتحط الميتا داتا بتاعتك في الانترنال بتاعك. فلما بتعمل دروب لاكسترنال تيبل، وده مهم جدا وبيجي كمان في الاسئله بتاعه الامتحانات لو انت هتناوي تسيرتيفاي، لو انت بتعمل دروب لاكسترنال تيبل هو مش بيدلت الداتا هتفضل موجوده لان هو اكسترنال، انت بتحطها في مكان، لكن هيدلت الميتا ستور بتاعتك اللي هي الديفينيشن، سوري، الميتا داتا بتاعتك ديفينيشن. اوكي، فدوت الفرق بين المانج والاكسترنال تيبل. طيب ده كده تعالى مثلا اول حاجه نكريت التيبل بالطريقه العاديه خالص، اللي هو داتا فريم دوت رايت دوت فورمات والدلتا ونحط اسم التيبل. تمام، هو كده كريته. فلو جينا بصينا هنا اهوت وعملنا، المفروض ان هنلاقيه، بس نعمل ريفرش هنلاقيه هو اتكريت، ودي المثلث اللي كنت بقولك عليها معناها ان هو اتكريت از دلتا تيبل. طيب السؤال اللي بعده بقى، السؤال اللي بعده لو انا عايزه اشوف دوت، مش لازم اشوف بقى مثلث والكلام دوت، انا عايزه ارن كويري تقول لي التفاصيل بتاعه التيبل بتاعي. فجاست ان انا بقول describe formatted وبحط اسم التيبل بتاعي، بيبقى هنا بيجي لي الديتيلد بتاعه التيبل اللي هو اسمه، التايب بتاعه، فالتايب بتاعه مانج، واللوكيشن والبروفايدر بتاعه دلتا، ودوت معناها ان هو بيسبورت الخصائص بتاعت الدلتا، سواء تايم ترافل او فيرجننج او ديليت وابديت وكل الكلام ده. تمام. طيب ده كده اول حاجه. ودي برضو الطريقه التانية لو انت عايز تكريته از اكسترنال، بس جاست انت بتزود له فكره اللوكيشن. تمام. او كمان ممكن تكريتها باستخدام SQL وبتديفاين فكرة اللوكيشن، فساعتها هو بيكريته as external. تمام، ده كده الطريقة الاولى. تعالوا كده نشوف الشكل التيبلز بتاعي. استخدمت هنا spark.sql، ده شكل التيبل بتاعي. طيب تعالى قبل ما نعمل اي تشينج على التيبل دوت، اوريك شكله عامل ازاي. لو انا دخلت جوه الليك هاوس بتاعي ده كده التيبل، لو رحت على الفايل فيو هنلاقي طريقة تخزين الدلتا تيبل بتبقى عن طريق حاجتين، بيسيف الداتا as a parquet فايل وبيعمل دلتا لوج. وهي دي بقى السر اللي بيخلي ان الدلتا ليك مزود فكرة الاسيد ترانزاكشنز. يعني ايه؟ اي تشينج هتعمله على التيبل دوت هيخزنه في الدلتا لوج، فانت دلوقتي تبقى عندك كونسيستنسي وكمان عندك ايزوليشن بتوين الترانزاكشنز او اي تشينج عامة. طيب حاجة تانية، انت لازم تعرف ان الباركي فايل دوت ما بيتعملش تشينج فيه، فاي تشينج هتعمله على التيبل بتاعك هيكريت فايل جديد. طبعا دوت مفهوم ليه، لان انت لو هتعدل في الفايل دوت انت مش هتعرف ترجع له. لو انت عايز تعمل رول باك فانت اوريدي خلاص عملت تشينج على الفايل، لا، فهو انت مثلا لو عملت ابديت هيزود فايل، عملت ديليت هيزود فايل، اي تشينج هتعمله على التيبل دوت هيزود فايل، وده اللي هنشوفه دلوقتي. ف لو جيت هنا هوت مثلا هقول delete from manage product، وخليت مثلا انا هعمل لما يكون البرودكت اي دي equal 771، يبقى انا دلوقتي هدلت برودكت اي دي معين. هنلاقي مثلا ان هو في رو واحد بس اللي هو affected. طيب لو انا بقى جيت هنا هوت وعملت refresh
ورحت هنا للفايل فيو هنلاقيه زود فايل. ليه؟ زي ما قلت اي تشينج انت تعمله على الداتا هيزود فايل. وكمان بيكتب جوه الدلتا لوج، هو الدلتا لوج هنا بتتخزن از جيسون فايل، بيتحط برضو ان انت عملت ديليت مثلا او انت عملت ايا كان. ده مثلا هنا بيخزن الاوبريشن بتاعك ان انت كريت التيبل. في لو انا رحت على الفايل التاني بيكتب ان انت عملت ديليت، فهو كده بالنسبه له هو بيعرف انت عملت ايه على الداتا بالظبط. الحته دي من اهم الحتت اللي انت لازم تبقى فاهمها في الدلتا الدلتا تيبل. طيب نرجع بقى للجزئيه بتاعتنا. فلو انا جيت هنا اهوت وقلت select asterisk from المانج تيبل، يعني خدت دي كلها كده، سوري، خدت دي كلها كده وعملت لها رن، هنلاقي مفيش داتا لان احنا خلاص مسحناها. ليه بقول كده؟ عشان الحته دي هتبقى مهمه دلوقتي. ازاي؟ تعالى بقى نبص على الحته دي كده. اول حاجه لو انا عايزه اشوف الهيستوري، يعني ايه اللي حصل على الداتا بتاعتي، فجاست بقول describe history وبحط اسم التيبل، بيقول لي كل العمليات اللي حصلت. فهو هنا قال لي ان انت عملت create table وبعدين عملت delete. طيب دوت هيفيدني في ايه؟ بص هنا فرق معايا في ايه. هو هنا كاتب لي حاجه اسمها version، وهنا حاجه عمل لي حاجه اسمها تايم ستامب. لو انا مثلا عملت delete وبعدين لقيت ان انا عملت delete حاجه غلط، انا ما كانش المفروض ان انا اعمل delete، ساعتها هعمل ايه؟ لو انا عايزه ارجع اعمل رول باك، يعني ممكن اعمل داتا فريم واقول له اقرا الفيرجن فيرجن از اوف 0 اللي هو الفيرجن اللي كان فيها كرييت تيبل اللي هو النسخه الاصليه. وتعالى نشوفها تاني كده اهو. هلاقيه رجع لي اللي هو البرودكت اي دي لما كان 771. فساعتها انا ممكن كده انا بقى معايا داتا فريم بالداتا القديمه، ممكن دلوقتي احطها في تيبل وخلاص كده ابقى انا عملت رول باك للمشكله بتاعتي. نفس الحاجه بتاعتي ده كده فكره الفيرجنز. ممكن كمان تعمل بالتايم ستامب، اللي انت هتاخد التايم ستامب كوبي، هتاخد التايم ستامب ده كوبي وتروح حطه هنا اهو بس. وتقول له برضو نفس الموضوع، اعمل داتا فريم، سوري، اعمل داتا فريم لما التايم ستامب كان بالرقم ده. دي كده من اهم المميزات بتاعه الدلتا تيبلز، لازم تكون عارفها. طيب نرجع بقى برضو من ضمن الاوبشنز اللي مهم جدا تكون فاهمها، فكره الاوبتمايز. ازاي بتوبتمايز جوه الدلتا تيبل؟ ده من اهم التوبكس المهمه في فكره الدلتا تيبلز، هو فكره الاوبتمايزيشن. فهنلاقي في حاجه اسمها اوبتمايز رايت. اوبتمايز رايت دوت الفكره بتاعتها زي ما انا شرحت لك دلوقتي، ان اي تشينج انت بتعمله على التيبل بتاعك بيروح عمل ادنج للفايل، فبتبقى النتيجه ان انت عندك فايلز كتيره سمول. طب ايه دي مشكلتها؟ مشكلتها لما انت تيجي تعمل كويري، سبارك بتضطر ان هي تعمل سكان لفايلز كتيره جدا، وده مش حاجه صح. تمام؟ لان هو انت بقت عندك سمول فايلز كتيره جدا، فهو بيعمل سكان لواحد واثنين وثلاثه لفايلز كتيره جدا. طيب ايه الاحسن؟ ان انا استخدم حاجه اسمها اوبتمايز. اوبتمايز دوت معناها ايه؟ معناها مش كل يعني يعمل كده زي ايه، بيجمع الفايلز الصغيره في فايل واحد كبير. ده كده بمعناها اوبتمايز. تمام؟ طيب اوبتمايز دوت هيودينا كمان لكونسبت تاني اسمه الفي اوردر فانكشن. هنلاقيه كمان متكرر نفس الكونسبت دوت في الداتا بريكس، بس اسمه زي اوردر فانكشن. فعشان كده بقول لك هو ان انت لما بتفهم التوبيك انت سهل ان انت تتنقل من طول لطول، لان هي بتبقى نفس الكونسبت بس بتبقى حاجات التشنجز صغيره جدا. طب ايه فكره الفي اوردر دوت؟ الفي اوردر دوت هو عايز يرتب فيزيكلي الفايلز جوه بطريقه معينه، بحيث انت لما تيجي تعمل السكان ما يضطرش سبارك يقرا كل الفايلز، هيروح لرينج معين من الفايلز. تمام؟ ده بيبقى طبعا بيوفر لي في الميموري، وبيوفر لي في السي بي يو، وبيوفر لي في النتورك والريسورسز بتاعتي. فدوت من الحاجات اللي بتأثر جدا في الكوست في الاخر. فنلاقي مثلا الكويري ممكن تاخد وقت او سي بي يو كبير جدا، رغم ان انت لو عملت في اوردر او استخدمت اوبتمايز هيأثر بشكل كبير جدا في الكوست والبرفورمانس بتاعت الكويري بتاعتك. ركز معايا عشان الحاجات دي من الحاجات اللي فعلا مهمة جدا.
طيب انا بقى بطبق الموضوع ده ازاي؟ يعني ازاي بعمل اوبتمايز للتيبل بتاعي او بعمل في اوردر ازاي؟ باجي هنا اهوت، انا جوه الليك هاوس بتاعي، وانا جوه هنا اهوت التيبل، جنب التيبل باجي هنا اهوت وبدوس على مينتيننس، بلاقي هنا فكرة الاوبتمايز فايل سايز. بعمل يعني دي طبعا بعمل لها enable اللي هو run optimize command، اللي هو هيجمع الفايلز الصغيرة يحطها في فايلز اكبر، وكمان بابلاي الفيو اوردر علشان ماكسمايز الريدنج سبيد، اللي هو عشان السبارك ما يبقاش مضطر ان هو يقرا الفايلز كلها، هيقرا رينج من الفايلز. اوكي طيب في كمان حاجة اسمها فاكيوم. فاكيوم دي معناها ايه؟ اولا الديفولت فاليو بتاعها 7 ايام. يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا عملت ديليت لروز مثلا، وعملت ابديت والكلام ده، الفايلز دي خلاص انا مبقتش محتاجاها، لو عدى عليها 7 ايام هيمسحها، فساعتها كمان انا بوفر من الميموري، بدل ما افضل اي تشينج انا عاملاه، مثلا الاقي تشينج عاملاه من شهر خلاص انا مبقتش محتاجاه، وبرضو واخد مكان من الميموري بتاعي. ففاكيوم دي هي بتمسح اي فايلز عدى عليها 7 ايام ما بقتش محتاجاها. طيب خد بالك بقى ان انت برضو ده سؤال بيجي في الامتحانات، يعني لو انت جيت تمسح فايل، قصدي جيت تعمل تايم ترافل لفايل، مثلا عملت فيرجن 0 وقال لك لا مش هينفع. ده ليه؟ عشان الفايل ده اتمسح خلاص، انت عايز ترجع لنسخة، انت عملت رن للكوماند دوت، فخلاص مسح الفايلز دي. فخلي بالك وانت بتعمل الكوماند دوت تبقى عارف ان الفايلز دي مش هتعرف ترجع لها تاني، يعني مش هتعرف تعمل رول باك تاني، لا هتعرف تعمل تايم ترافل ولا هتعرف تعمل فيرجن از. اوكي جاست انت بتعلم على ده وده وده كده وبتعمل ايه رن، فهو خلاص كده هي اوبتمايز التيبل بتاعك. تمام، ده كده برضو من الكونسبت اللي المفروض تبقى فاهمها. برضو حتة البارتيشن، ممكن تعمل بارتيشننج للتيبلز بتاعتك. طبعا دي بتبقى مفيدة لما بتبقى عايز تعمل بارتيشن مثلا باي يير، عشان بدل ما تمسح تعمل سكان يعني للداتا كلها، ممكن تسكان يير معينة. بس خد بالك طبعا لما تيجي ترن او تعمل بارتيشن ديت، تنقي بارتيشن هيجمع داتا كتيره، يعني ما تعملش مثلا بارتيشن باي كاتيجوري مثلا فيعمل لكل كاتيجوري فايل، فانت كده بتضيع البرفورمانس بتاعك. فطبعا تكون حذر وانت بتعمل البارتيشننج دوت، بتعمل بارتيشنز لما بتعمله على كولومز بيجمع داتا كتيره باي بارتيشن واحد. تمام، زي ما قلنا كده بارتيشن باي يير، فهو اليير ده شايل داتا كتيره جدا، فساعتها هيبقى مفيد. تمام، طيب كده احنا غطينا جزء مهم جدا. نيجي بقى للجزء برضو مهم، فكرة الاستريمينج بقى. لو انا عندي داتا مستمرة عمالة تعمل لها ستريمينج، ممكن برضو استخدم الدلتا ليك ديت في الاستريمينج داتا باستخدام سبارك ستراكشرد ستريمينج. تمام، فدلوقتي لو انا عندي سورس زي مثلا كافكا بيجيب لي داتا على طول بشكل مستمر، وانا عايزة على طول اقرا، فده هعمله ازاي؟ سهل جدا. اول حاجة احنا هنسيميوليت ان انا عندي ايفنتس، وهكتبها كده، دي كده ايفنتس موجودة. بفتح حاجة اسمها دوت ريد ستريم. يبقى الفرق بين الباتش والستريم ان انا بستخدم فانكشن اسمها ريد ستريم. تمام، فده كده هستخدم ده كده داتا فريم اهي اسمها سبارك دوت ريد ستريم. عملت لها رن خلاص، صح؟ تمام. عشان اتاكد ان هو ستريمينج بحط الداتا فريم ديت واقول از ستريمينج، فلو هو قال لي ترو يبقى ده كده خلاص، ده كده ستريمينج، هو بيقرا بشكل ايه؟ بشكل مستمر. عايزه اكتب بقى التيبل دوت، او التيبل ده انا هزود عليه، يعني كل ما يجي لي داتا هكتبها في تيبل، كل ما يجي لي داتا هكتبها في تيبل، فهستخدم حاجه اسمها رايت ستريم. يبقى هما الاتنين بيوصلوا ببعض، واحد بيقرا ستريمينج وواحد برضه بيكتب ستريمينج. في هنا كونسبت اسمه تشيك بوينت. التشيك بوينت دوت من اهم الكونسبت، برضه هتلاقيها متكرره في الداتا بريكس. فكره هو بيعرف منين الفايل ده اتقرا او ولا ما اتقراش، عشان ما يعيدش القرايه بتاعته تاني. دي بتيجي من التشيك بوينت لوكيشن، بيتشيك البوينت لوكيشن، فساعتها بيبقى عنده الهيستوري على الفايلز اللي اوريدي اشتغل عليها والفايلز اللي ما اشتغلش عليها. تمام، فهنا كده احنا كده بنكتب اول بنكتب يعني الداتا اللي جت. تمام، لو جيت عملت كده هنلاقي فيه 9 كاونت. تمام، طيب خلينا نعمل سيميوليشن. انا جات لي داتا جديده، فانا هاد
داتا جديدة. من المتوقع ان هي ايه؟ لما اجي اشوف التيبل الاقيه زود اوتوماتيك ريكوردز. تمام. فدلوقتي هعمل مور داتا، انا كاني بكتب داتا اهو، بحط فايلز، بحط فايلز جديدة، بكريت فايلز جديدة. ولو رحت قريت من التيبل اللي اسمه IoT device data المفروض الاقي العدد زاد. يعني هنا كان 9، المفروض الاقي انا زودت هنا فايلز، المفروض الاقي اكتر، فهنلاقي بقى 16. فهو كده الستريمنج، انا كده ما عملتش تاني الرايت ستريم، هو خلاص فتح ستريمنج وبيقرا وبيكتب، يقرا وبيكتب. ده كده برضو من ضمن الحاجات اللي انت تبقى عارفها في فكرة الستريمنج، ازاي الدلتا تيبل بتتعامل مع الستريمنج. تمام. هنا تمام بيقول ان هو اوبتمايزد التيبل بتاعي. واخر حاجة لازم تعملها اللي انت توقف الستريم بتاعك علشان ما يفضلش يسحب يسحب كوست، لان هو هيفضل فاتح الشانل عشان لو في داتا جت. تمام. ففي الحالة دي بنعمل ستوب. بس كده، ده كده باختصار. طيب انا عايزة اوريك هنا هو شكل لو عملنا ريفرش، ده شكل التيبل ده اهو كده اهو، برضو نفس الفكرة. ده الفايلز ودي اللوج. دي الفايلز اللي انا عملت لها كرييشن. هنلاقي هنا وفي اللي هو اول فايل اسمه داتا، ده اللي هو قراه. بعدين زودت حاجة تانية اسمها مور داتا، ده المفروض تاني مرة هو قراه. وفي فولدر اسمه دلتا، ده اللي بتحط فيه التشيك بوينت، ده اللي بيتشيك او بيعرف بيه هو قرا الفايل ده ولا لا. اللي هو ايه؟ لو انا زودت فايل تالت مش هيرجع تاني يقرا داتا ومور داتا، لا هيروح للفايل التالت، او لو ما زودش هو هيقف مش هيعمل حاجة، فهو بيعرف من التشيك بوينت ده. ده كده باختصار الدلتا تيبل. هنتعامل معاه اكتر الايام الجاية ان شاء الله في فيديوز كتيرة جدا. وده كده باختصار الدلتا ليك تيبلز. شكرا جدا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد. واكتبوا لي لو الفيديو فاتكم في الكومنتس، ده برضو شيء بيفرحني. بس كده، والسلام عليكم.